انا بخاف من الكلاب جدا. فلما شفت الكلب ده اهو، شايف بص هياكلني اهو، هيعضني، مسعور بص نايم اهو عايز يعضني. دلوقتي يا جماعه انا بغير زيت، الراجل ده غير لي زيت وانا قاعد في المحل على الكرسي هنا. الراجل ده كان بيقرا قران جنب مني، قايم بالصدفه فبص لقيت ده. ايه ده؟ انا مش عارف، انا اتفاجئت ده ايه ده؟ لا اوفى كان على وجه الارض طبعا. ايه ده بقى؟ ايه ده في محل زيت؟ بسال الاستاذ بقول لي ده الكلاب كلها بتتجمع الصبح قدام المحل وبنشربها في طبق ميه بره انت اللي حاطه. الله يبارك لك. الكلب اللي نام ده كان مكسور، ما هو ما كان مكسور وجبنا له علاج كان اتكسر عربيه نزلت عليه وبتدين، وهو بره، هو وحاولنا صغير. يعني بقدر يعني الامكانيات ان احنا طب انت بتعالج، انت عالجت الكلب وقعدت تعالجه جبنا خشبتين وربطنا عليه ربطنا على رجله وشاش وبتاع. يا اخي الله يبارك لكم يا اخي، الله يبارك انا لكم. بطبخ له رجول كده، انا عارف الرجول دي. نجيب أيوة. رجول ونحطها لهم. انت ناس محترمه يا عم. خلي بالك ده ممكن يكون ده سبب يا باشا ده بحرس المكان ده. بيحرس انت لو اوه هتجيب حارس هتديله كام في الشهر؟ الحارس الشخصي ده. لو هتجيب حارس راجل وهينام ممكن ينام، دخل لحد يجي من الباب بالليل كده. الله عليكم، الله عليكم. بتلاقي اتنين هنا واتنين هنا اللي هم اخوات، ما هم أخوات. ثلاث اخوات. الله يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم. شفت بيعضني ازاي؟ مسعور قطعني تقطيع، كان حته من هنا وكان حته من هنا وحته من فيه القلب. سمعت انك مصير ده محل الشيمي للزيوت، مركز الشيمي، ناس محترمه.